نهاية هيمنة فرنسية على الماء والكهرباء رسميا، شركات جهوية تدخل حيز التنفيذ. دخل القانون رقم 83.221 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض النظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، كثيرة منها فرنسية. وتدبر الشركات الفرنسية خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل في مدن كبرى كالرباط وسلا الريضال ودار البيضاء ليديك وطنجة وتطوان أمانديس، في وقت الذي يتكلف فيه مكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدمات في باقي المدن والجماعات. ويقضي هذا القانون الصادر بتنفيذه طاهر الشريف بعد أن وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات سيعهد لها تدبير الخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء. وبحسب القانون المذكور فإن غرض الشركة الرئيسية يتمثل في تدبير مرفق ماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل وإنارة العمومية عند اقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في حالة منصوص عليها في مادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها والتراب، بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق. وينص القانون على أن الشركة المؤهلة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات صلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن يؤهل بموجب عقد التدبير لتحصل الرسوم أو تار أو الأموال أو مساهمات أو فواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو حسابها الخاص حسب الحالة. وقطع القانون طريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا لجماعات الترابية ومجموعاتها لمؤسساتها التعاون بين الجماعات التي تدخل في مجال التراب للشركة أو تساهم في رأس مال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعة الترابية ومجموعاتها ومؤسساتها للتعاون بين الجماعات المتعلقة بمساهمة في رأس مال الشركة القابلة للتنفيذ بحسب هذا القانون إلا بعد تأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.